السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا حبايب قلبي هعمل لكم الكشري المصري بكل تكات وحركات، واحلى كشري معانا النهاردة. الكشري ده اللي على الوش ده البصل المحمر وبرز ومكرونة وعدس بجبة والصلصة ودي الدقة ان شاء الله. كل حاجة اولا التكة الوحيدة في الكشري ده هنعملها ان احنا هنعمله كله بزيت البصل اللي مزوقين بو ده. اول حاجة بنعملها بنحمره وبناخد الزيت بتاعه بنعمل بيه كل الكشري. بنسلق بو المكرونة، بنحمر بيه الشعرية، بنعمل بيه التسبيكة الدمعة دي المشطشطة، بنعمل بيه الشطة اللي بنحطها على الكشري، بنعمل بيه العدس والرز. ومعاكم دلوقتي مكونات الكشري يا حبايب قلبي. اول حاجة معانا المكرونة دي، نوعين من المكرونة اهو، او اللي انت عايزاه نوع او اتنين، مكرونة عادية ومكرونة سباكيتي. ومعانا كوباية شعرية وكوباية رز، كوباية عدس منقوع بننقعه ساعة او اتنين او تلاتة. معانا بصل مفروم وتوم مفروم وطماطم فريش وفرمين عليها شطة. ومعانا بصل طرنشات، البصل الطرنشات ده هو اللي هنحمره. وبنبدأ دلوقتي بنحمر البصل. اول خطوة في الكشري ان احنا بنجيب الزيت ده. الزيت اللي بنحمر فيه البصل. حلاوة الكشري انها تتعمل بزيت البصل ده. البصل اللي هنزوده الكشري. الزيت بتاع البصل ده يا حبايبي هو اساس عمايل الكشري. وهنحمر البصل ونرجع لكم تاني. هننزل بيه ودي البهارات كزبرة وفلفل اسود وكمون. اهم حاجة في الكشري الكمون. خلاص البصل والثوم اصفرت وبقى لونها ذهبي كده. بننزل بنقطتين خل، مش كتير، هي معلقة خل واحدة. بعد الخل بننزل بالطماطم. الطماطم دي فرمين عليها قرنين شطة حمر ومعاهم فصين توم. اول حاجة عملناها في زيت البصل الشعرية، حمرناها لحد ما وصلت للون الذهبي كده، وهنشيلها بجزء من زيت البصل. ودي يا حبايبي اهم خطوة في الكشري. ده زيت البصل اهو معانا، وده العدس المنقوع. دي احلى حاجة بيحبوها ولادي في الكشري واحفادي، بيسيبوا كل حاجة وياكلوا ده. وهو ده الحاجة اللي فيها البروتين اللي في الكشري. ده البروتين بقى اللي في الكشري. بنحط زيت البصل وبنحط فيه العدس المنقوع وعليه معلقة توم مفروم. كتري كده التوم المفروم بيخليه جميل قوي.
وده اهم حاجه الكمون. كمون، شايفين بكتر الكمون ازاي؟ ودي بهارات مشكله، فلفل وكزبره وكمون اسود. وكده شوحنا العدس شويه مع الثوم والبهارات، الكمون والكزبره والفلفل الاسود. بنكتر الكمون شويه، بننزل بالميه. ده العدس اللي حطينا عليه الميه، وبنحط عليه الرز. بعد ما نحط الرز، دي كده الشعريه اللي حمرناها برضو بزيت البصل. كده يا حبايبي نكون عملنا احلى كشري النهارده بالهنا والشفا. شوفوا جماله وحلاوته. حطينا الرز والعدس وجبه والشعريه من تحت، وفوقيه طبقه من المكرونه، وفوقيها طبقه من الدمعه المشطشطه، وحطينا عليها البصل. ويا جماله ويا حلاوته بالدقه والشطه، واحلى كشري من عند ست الحبايب.